السلام عليكم، عاملين ايه واخباركم؟ صباح النهارده الخير. صباح الفل. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه وتعتبر من اهم الحاجات اساسا اللي الواحد بيحتاج يعرفها قبل ما يسافر في اي دوله، واكيد باين اصلا باين من عنوان الفيديو، وهي الانترنت في كيرغستان. لان النت زي ما احنا عارفين اصلا حاجه مهمه تدفع بيها فلوس. ممكن ما يكونش في مصر الموضوع ده، ولكن في معظم الدول بره الموضوع ده موجود. الواحد بوظت الفيديو. ما بص والله احسبها. وهي اكيد ممكن ما تكونش في مصر، ولكن موجوده في معظم الدول لو ما كانتش كل الدول بره مصر. هو ان النت ممكن تدفع بيه مصاريفك، ممكن تروح بيه مواصلاتك، تعرف انت هتروح فين وتيجي منين عن طريق اختصار النت. الموضوع بتعمل بقى كل حاجه هنا، حياتك كلها بالنت. حرفيا تعمل كل حاجه بالنت. فالنهارده هشرح لكم النت اللي موجود في كيرغستان كخطوط والكلام ده، والعروض اللي موجوده والاسعار والشركات اللي موجوده، وايه الشركه اللي انا برجحها ليكم. وان شاء الله هناخد مع بعض لفه، وهنجيب له برده خط بالمره، واعرفكم برده ايه الاوراق المطلوبه ساعه ما تطلع خط. فيلا بينا نروح مع بعض. اول حاجه حابب اتكلم عليها وهي المشاكل اللي ممكن تحصل معاك اول ما توصل البلد هنا، عشان خاطر موضوع النت. مش هسيبها لكم في الاخر بقى عشان اجمع مشاهدات وكده، عايز اخليها في الاول. اول نقطتين هما مشكلتين بس يعتبر، وهي اول حاجه ان ممكن اصلا التليفون بتاعك ما يشغلش الخطوط، لان التليفون بتاعك مش هيبقى متاكتف على الخطوط هنا، وانت هتبقى مضطر انك تاخد التليفون بتاعك توديه سنترال. هو في سنترالات هبوريكم حاجه اللي هو سنترال عامل ازاي بالظبط. لازم تاكتف التليفون بتاعك، يا اما كده يا اما مش هيشتغل عليه الخطوط هنا، مش هيشغل نت. دي اول نقطه، وهو ده اول عيب ممكن يقابلك. كده كده ساعه ما بتروح اصلا انك تشتري خط في محلات الخطوط هنا، هو بيقول لك ان التليفون بتاعك متاكتف ولا لا، فانت مش هتتعب كتير في النقطه دي. تاني نقطه وهو الهوت سبوت عندك في الايفون بيقف، يعني انت مش بتعرف تشغل هوت سبوت اساسا. وليها لفه كده، ممكن ابقى اخدها سكرين شوت او اخدها فيديو ريكورد وانزلها لكم كده جنبي هنا او بعدين، ما علينا، يعني ان شاء الله هبقى انزلها. ولكن من غير كده برضو اي حد معاه ايفون مش هيعرف يفتح هوت سبوت. دول النقطتين مهمين لازم يكون الواحد عارفهم، عشان لو جه هنا ما يتسوحش. ممكن الخط ما يشتغلش اصلا لو اللي شغال في محل الخطوط ما قالوش عليهم، او يا اما هيروح البيت مش هيعرف هو يفتح هوت سبوت. ننتقل النقطة اللي بعد كده، وهو الهوت سبوت. اساسا مش كل الشركات بتدي انليمتد هوت سبوت، مفيش غير شركة ميجا. فاكرين شركة ميجا كنت اتكلمت عليها قبل كده في روسيا، وهي كانت افضل شركة بالنسبة لي، جربتها في روسيا بعد ما جربت MTS وبي لاين وكده. دي هنا برضو في ميدا كوم هنا، شركة جميلة، الهوت سبوت بتاعها كويس انليمتد، لكن باقي الشركات النت بتاعها الهوت سبوت بتاعه بيكون ليميتد، فانت هيخلص منك، ولو خلص الهوت سبوت بيقفل لك النت كله. فهنروح مع بعض احنا كده خلاص في السنتر. هنروح ان شاء الله السنتر، افرجكم على شويه حاجات ثانيه، فيديوهات برضه صغيره كده. الفيديو هيكون بس عن الانترنت والخطوط. احنا بنحاول نرجع القناه تاني مع بعض، وان شاء الله خير. تعالوا بقى نروح مع بعض السنتر. ما تبدا قول لي بقى. فكره الدفع هنا هتختلف، لان انت ممكن تدفع عن طريق التليفون او تدفع عن طريق مكان كده هوريه لكم تدفع بيه عن طريق الكاش. ما ينفعش تروح المحل ذات نفسه وتدفع فيه اللي هو بتاع الخطوط، مفيش الاوبشن ده هنا. هو انت هتدفع كاش، والكاش هوريكم المكان وازاي هندفع من عليه. وعن طريق التليفون تخش عن طريق البنك ذات نفسه، بتحط الفلوس، او مش بنك، هو ATM بس مخصوص للدفع، تدفع اي حاجه انت عايزها عن طريقه. تحط الفلوس انت عايزها، الكميه انت عايزها، وهو بيشغل لك بيجدد لك النت لوحده. بالنسبه للنت عموما هم 3 شركات تعتبر رئيسيين هنا، بي لاين، اوشكا، وميجا فون. انا برشح لكم ميجا فون بما انها هي الاسرع في الانترنت،
ومتوفره في كل كريستال. لكن بالنسبه للتوفر مثلا في الكرة والكلام ده هيكون بي لاين، لكن انا ما رجحلكمش بي لاين بالنسبه لسرعه الانترنت خالص. ولو انت مثلا شخص عايز تفتح هوت سبوت من التليفون بتاعك للنبات والحاجات التانية اللي حوالين منك، فهي ميجا فون هي الوحيده اللي هتعرف تديلك الهوت سبوت انليمتد. دي بالنسبه للنقطه بتاعت الهوت سبوت والكلام ده. نرجع تاني للنقطه بتاعت الخطوط هنا مش محتاجه اي ورق زي مثلا روسيا كانت بتحتاج منك اقامه وورقه هجره وباسبور. هنا انت محتاج الباسبور بس تقدر تطلع الخط بتاعك، تستلم الخط وبيشتغل في ساعتها. غير روسيا انت كان ممكن تقعد 3 4 ايام في روسيا عشان تعرف تطلع الاقامه بتاعتك والكلام ده كله، عشان تعرف تطلع الخط بتاعك. فبالنسبه للنقطه دي بسيطه خالص، تنزل الباسبور بتاعك، وممكن كمان ما تحتاجش روسي. البلد هنا كلها عموما بتتكلم روسي وكرغيسي، ممكن كمان ما تحتاجش اي لغه. تنزل بتنقي كده سعر الباقه هو 500 لو انت عايز نت انليمتد، فيها اقل من كده بيكون نت ليميتد. نقطة هنتكلم فيها وهي الاكشاك اللي انا هوريها لكم دلوقتي. الاكشاك دي يا ريت محدش يشتري منها، هي بيطلع منها خطوط، ممكن الخط ده يشتغل، وساعات ناس بتقدم خطوط فيها ارخص من الخطوط اللي هي في المحلات، ولكن الخط ده ممكن شهر مثلا ويقف. دي الفكرة كلها، فيفضل انك تشتريهم محلات برضو اللي انت هتشوفوها جوه في المول. بتكون فيها الخطوط بتشتغل معاكم، ما فيهاش اي مشكله، وبيكون معاكم عقد تقدروا ترجعوا الخط لو وقف في اي وقت. ولو اشتريتوا من الاكشاك الصغيره دي، اولا ما بيبقاش في عقد، هو بيصورك وكل حاجه عشان يشغل الخط، لكن الخط ممكن يتقفل بعدها فتره. ده واحد. اتنين، انت مالكش حقوق، يعني انت كده خلاص، هو ممكن ياخد منك الباسبور، ممكن لا، يعني هو انت على حسب الكشك كمان اللي انت هتشتري منه. الفيديو يخلص على كده ان شاء الله. لو في اي حاجه انا نسيتها اتكلم عليها، هو فيديو كده صغير اصلا بشرح فيه عموما النت هنا والخطوط والكلام ده كله للناس الجديده. الناس القديمه اكيد عارفه الكلام ده كويس اللي انا بقوله كله. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم افكار عايزين الناس اللي عندها فيديوهات اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله، واشوفكم فيديو جديد. والله سلام.